إلى الشعب العراقي العظيم، لكل أهلنا بالعراق، بتمنى منكم تسمعوني. وصلنا أنه في عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات العراقية عم يجهزوا حالهم أو جهزوا حالهم مشان يجوا على سوريا، مشان يجوا على حلب. ترى بدي أخبركم شغلي، وهي الرسالة خاص نص للأهالي العراقيين، لأهلنا بالعراق، لكل أب عراقي، لكل أم عراقية، لكل زوجة عراقية. اعرفوا واعلموا علم اليقين بأن أولادكم عم يجوا على مقتلهم بإجريهم، عم يحفروا قبورهم بإيديهم، عم يتورطوا بمعركة ما لهم فيها، بس لأنه إيران هيك بدها. لا تكونوا بيدق بإيد إيران. مهما خدعوكم بالشعارات الرنانة وقالوا لكم لن تسبى زينب ما بعرف إيش، حربنا والله ما أنا معكم. حرب السوريين هي مع نظام المجرم الأسد. لا تورطوا حالكم بمعركة خاسرة، لأنه هاي المعركة رح تكون خاسرة. انتوا شايفين التقدم اللي عم يصير للثوار، شايفين كيف الثوار عم يحرروا مناطقهم وحرروا مساحات واسعة. هذا المكان كان ثكنة عسكرية للواء الباقر، كان ثكنة عسكرية للإيرانيين، مساحات واسعة تمكن الثوار من تحريرها. والميليشيات العراقية والإيرانية صاروا بين قتيل وجريح وهارب. ليه؟ ليه حتى تورط حالك بمعركة مالك فيها؟ هي المعركة ما هي معركتك، هي الحرب ما حربك. أهلك أولى فيك، أمك وأبوك أولى فيك، زوجتك وأولادك أولى فيك. خليك بالعراق. حربنا ما أنا معك. طول عمرنا أخوة، السوريين والعراقيين أخوة. الشام والعراق من قدم التاريخ جيران وأخوة، قبل ما تجي إيران وقبل ما تجي ميليشياتها. لا تخلوا إيران تخدعكم بشعارات رنانة وشعارات طائفية وما بعرف إيش. نحن وأنتوا أخوة، ما بدنا إياكم تتورطوا أبدا بهاي المعركة. المعركة انطلقت والمعركة حاسمة. خلال المعارك السابقة، خلال هالكم يوم الماضيات، اللي شفناه انه ضباط الاسد تخلوا حتى عن عناصرهم. بدك اياهم ما يتخلوا عنك؟ انت بتعرف تتحرك هون مثلنا؟ بتعرف تتحرك بحارات حلب؟ بتعرف تتحرك بالاراضي السورية؟ ما بتعرف. راح يتركوك، والنتيجة مع الاسف راح تكون يا قتيل يا اسير. ليه حتى تجي على هاي المعركة اللي هي ما أنا معركتك ومالك لا ناقة فيها ولا جمل؟ ليه؟ أنا عم لكم لآخر مرة، لأنه بجوز الرسالة القادمة تكون بعد ما يكون وقع الفاس بالراس، بعد ما صرتوا قتلى أو جرحى. ضباط الأسد راح يتخلوا عنكم، راح يبلغوا عنكم. ما لكم شيء بهاي المعركة، ما لكم شيء بهاي المعركة. ارجعوا على بلادكم. لكل أم عراقية اتصلي هلأ بابنك وقولي له ارجع على العراق. سوريا ما أنا آمنة بالنسبة إلك. أنت طالما مع الميليشيات الإيرانية أنت محتل. سمعتوا بحياتكم عبر التاريخ إنه في محتل انتصر على صاحب أرض؟ صاحب الأرض هو اللي عم ينتصر وهو اللي عم يتقدم. صاحب الحق هو اللي عم ينتصر وهو اللي عم يتقدم. صاحب البيت اللي أنت محتله ما راح يتركك ببيته، بده يطردك منه، وطريقة الطرد ما راح تكون سلمية مع الأسف. لهيك اسحبوا عناصركم، انسحبوا من سوريا. دق إلى ابنك قولي له هلأ اطلع، ما بقى في وقت. دق إلى زوجك قولي له الأولاد اشتاقوا لك، ما بدنا نخسرك، لأنه راح تخسروه إذا ضل على هاي الأرض. بتمنى كل اللي عم يشوف هذا الفيديو يوصل هاي الكلمات للأهالي العراقيين، للعوائل العراقيين، للآباء والأمهات العراقيين. وصلوا لهم، قولوا لهم فيكن هلأ تعملوا شيء، بس بعد شوي ممكن يفوت الأوان. أنا حكيت اللي عندي، وبتمنى ما تكون الرسالة الجاي رسالة ما بترضيكم.